السلام عليكم. تصريح خطير من الحكم الكيني بيتر كاماكو يفاجئ به النادي الأهلي ويصفع الإعلام الزملكاوي بسبب إلغاء هدف مازيمبي. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، لو أنت محب وداعم للنادي الأهلي فيرجع الإعجاب بهذا الفيديو، ولا تنسوا أن تعطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز الأهلي على مازيمبي الكونغولي بثلاثية نظيفة، ليضرب الأهلي موعدا في المباراة النهائية من دوري أبطال أفريقيا مع الترجي التونسي. فقد هاجم الإعلام الزملكاوي حكم مباراة الأهلي مع مازيمبي بعد إلغاء هدف مازيمبي في الأهلي. فقد صرح الحكم الكيني بيتر كاماكو وإدلى بتصريحات نقلتها شبكة أفريكا سبورت، وقال: لقد استحق الأهلي بالفعل التأهل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على مازيمبي، وجاء فوز الأهلي بمجهود لاعبيه ليس بالحكام كما يعتقد الإعلام الزملكاوي الذي هاجمني بعد هذه المباراة، ولا أعرف لماذا. فالزمالك لم يكون طرفا في هذه المباراة، بل مازيمبي الكونغولي أمام الأهلي، فلماذا يتدخل الإعلام الزملكاوي وجماهيره بعد هذه المباراة ويقول عني أنني حكم مرتشي أنا وحكمة الفار؟ فنحن قدمنا مباراة مثالية في العدل وكل فريق أخذ حقه. أما اللقطة المثيرة للجدل فهي لقطة إلغاء هدف مازيمبي، فأنا لم أشاهد لمسة اليد أثناء المباراة، ولكن عندما استدعاني الفار وشاهدتها مرة واثنين وثلاثة، فلاعب مازيمبي الذي أحرز الهدف هو الذي لمس الكرة بيده، وكان علي في هذا الوقت أن ألغي هذا الهدف، وهذا ما حدث بالفعل. وأنا متأكد أن الزمالك هو لو كان مكان النادي الأهلي في تلك اللعبة كان سيشيد بطاقم الحكام وحكام الفار أيضا، ولكن عندما يتعلق الأمر بالنادي الأهلي فالكل يهاجم الحكام. ولكن هذه عادة الإعلام الزملكاوي، دائما يتعمد المظلومية سواء في مصر أو إفريقيا. وفي النهاية شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.